السلام عليكم. ايه رأيكم نعمل كحك العيد مع بعضنا النهارده؟ كل سنة وانتم طيبين. نعمله بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله وغير معقدة. وان شاء الله اللي ما عملش كحك قبل كده في البيت هيجرب الوصفة دي او الطريقة دي ان شاء الله هتظبط معاه وهتديله نتيجة مضمونة 100%. واقول لكم على سر التسوية الجميل ده، ان هو يكون متجانس في اللون من فوق ومن تحت. شايفين الكحكة دايبة ما شاء الله، كان طعمها لذيذ جدا. واقول لكم الكيلو الدقيق اداني بالظبط قد ايه كحك في اخر الفيديو ان شاء الله. تابعوني بس. يلا، وما تنسونيش في اللايك. تابعوني، اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك. كيلو الدقيق عامه بياخد كوبايه لبن او ميه او خليط ما بين الاثنين. فانا هنا عندي نص كوبايه من اللبن، حطيت عليها معلقتين من السكر ومعلقه خميره ممسوحه وقلبتهم وسبتهم على جنب. كيلو الدقيق حطيته في العجان وعليهم 3 معالق من السمسم ومعلقه ريحه كحك كبيره وكيس بيكنج باودر حوالي 16 جرام او 15 جرام ورشه من الملح. ودول 600 جرام من السمنه سواء نباتي او حيواني او خليط ما بين الاثنين. انا كنت خلطه الاثنين مع بعضهم، حطيتهم على الدقيق مره واحده وشغلت العجان عشان ابث الدقيق بالسمنه، او ممكن نعمل الخطوه دي على ايدينا. بعد كده حطيت نص كوبايه اللبن بالخميره واديتهم تقليبه سريعه كده، وجبت نص كوبايه من الميه حطيتها بالتدريج على العجين وتقليبها برضو بسيطه بالعجان. مش عايزين نعجن كتير في الدقيق في الكحك عشان ما ينشفش مننا. كده العجينه جهزت ما شاء الله. لميتها بايدي كده، وطبعا مشغله الفرن ومش هسيبها تخمر، مجرد ان هي ترتاح 5 دقايق قبل ما احضر الصاج بتاعي والادوات اللي هشتغل بيها. حضرت الصاج وما دهنهوش اي ماده دهنيه، يكفي الزيت او السمن، يكفي الماده الدهنيه اللي في الكحك. واعرف الكحكايه ناجحه ازاي او العجينه ناجحه ازاي؟ ان انا لو شكلتها او كورتها ما تشققش مننا. لو لقيت العجينه بتشقق مننا يبقى محتاجه سوائل. تمام. ابتدي بقى اكور اكور الكحك، مش هزود الصاج كله، يعني الجزء اللي هكوره هبصمه على طول، هشتغل فيه على طول اما بالبصامه او بالمنقاش. لان لو قعدت مليت الصاج وبعد كده بصمت هلاقي العجينه نشفت وهتشقق معايا. ارصهم كلهم جنب بعض كده واشتغل اما بالمنقاش او بالبصامه اللي يعجبكم والسهل ليكم اعملوه. انا هنا عملت الكحك ساده، انا بحبه ساده. عايزين تحشوه عجوه او ملبن اللي يعجبكم. خلصت اول صاج، طبعا زي ما قلت لكم انا مشغله الفرن. احطه على الرف الوسطاني، وده الصاج التاني اهو. احطه على الرف الوسطاني، واول ما ياخد لون حلو من تحت اشغل الشوايه وشويه شويه كده اقلب الصاج يمين وشمال لحد ما يديني لون متجانس لكل وحدات الكحك. ده الصاج الاخراني اهو بشكله اهو. لو البصامه لزقت في الكحكايه ابدرها بشويه دقيق كده. تمام. ما خدش مني وقت تماما واداني كميه كبيره ما شاء الله. وشايفين اول صاج التسويه عامله ازاي من فوق ومن تحت ما شاء الله متجانسه. الكحك ريحته حلوه جدا ودايب ما شاء الله. بعد ما يبرد تماما اقلمه في علبه بلاستيك، ما احطوش في كرتون. ابتدي بقى اشكل ادوقه بالسكر، او لو عايزين تحبوا تقدموه بالطريقه دي هقدموه. انا جبت جزء منه وبدرته بالسكر كده، كان طعمه لذيذ. كيلو الدقيق اداني 1600 جرام من لا هنقول كيلو ونص من من الكحك الصافي. ما شاء الله شايفين جميل ازاي، وبالسكر كان تحفه. جربوها وان شاء الله يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.